عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو معكم واحد الجولة في جرف الملحة، وكنتمنى تبقاو معنا وتتابعوا معنا الفيديو. غادي ندورو بكم ان شاء الله في الحديقة ديال جرف الملح وفي الحديقة ديال الالعاب ديال الدراري الصغار، وخليكم معنا تشوفوا هاد المدينة الجميلة. هاد المدينة تبارك الله طالعة غزالة ما شاء الله، حيث ان الشوارع ديالها واسعين ودايرين فيها الفضاءات ديال الالعاب ديال الدراري الصغار. تبارك الله فيها الحدائق بزاف، يعني فيها المساحات الخضراء بزاف. المهم خليكم معنا نديروا بكم جولة ان شاء الله في مدينة جرف الملحة. قبل ما نكمل لكم الفيديو ديال الجولة اللي درنا في الجرف، مشيت عند اختي بت معاها، يعني بما كنت انا مع لوستي ومشيت عند اختي حتى هي بت معاها، حتى هي ما بعيداش على لوستي بزاف. الصباح فطرنا وخرجنا نتساراو شويه كما قلت لكم، ودرت معكم هاد الجوله، وحتى والديا كانوا تماك معاها. المهم بقينا معاهم حتى فطرنا وعاد خرجنا. كيجيو زوينين كيجيو فينا قلت ساعة في 9 رحمة يا حبيبي جيبي نهبطوا واش راه عارف نرجع جدي صوري هذه صوري تما يا والدراري مساكن حتى هما شبعوا لعب، عجبتهم الطبيعه، عجبهم الاتساع، شحال هما كيلعبوا مساكن، فوجوا على قلبهم شويه. وصراحه حتى حنا فوجنا شويه تارينا وخضرنا عويناتنا. المهم هاد البلاصه اللي ندور عليها هاد السياج كلها لعب، كلها لعب ديال الدراري الصغار دايره وطالعه من الهواء، فيها الشجر يعني تبارك الله مساحه كلها خضراء. انا غنوريكم من الشبيك دابا راه جالسين كينظفوا صحاب النظافه كينظفوا تما، داكشي علاش سادين دابا. هانتوما الا بانوا لكم كاع راه كيشطبوا، كيجمعوا لا خلاو شي دراري زبال، خلاو شي كواغط هكا ديال بيمويات، كيسقيو الجرده. ما طلعت عليهم غير من الباب لقيتهم كيسيقوا وكيشطبوا، حتى الدراري بغاو يدخلوا ولكن سادين دابا حتى ينقيو. في العشيه عاد ديك الساعه كيجيو يلعبوا. وكيف ما كتشوفوا جرف الملح يعني زوينه تبارك الله، والشوارع كبار كما قلت لكم، واللعب العاب ديال الدراري الصغار. المهم باش زوينه فيها الطبيعه الخضوريه، يعني طالعه واحد المدينه غزاله ما شاء الله. الا بقات هكا حتى كبرات يعني تكون احسن مدينه تقريبا في المغرب. والديور زوينين، الديور كبار، والتجزئات كيف مجزئين الديور، يعني تبارك الله البلان زوين. يعني كتلقى الطبيعه حدا اي دار، كتلقى حداها الشجر، وداك الشجر كينقي الجو. ودابا صافي غادي ان شاء الله نمشيو، غنديو الدراري وغادي نمشيو واش غادي نمشيو بحال هكا فوق الجبل. دابا الوالد راه جالس كيصوني عليا ويعاود كيقول لنا سربيو. تعطلنا شويه انا وبنت خالي، خرجنا الدراري شويه يلعبوا. المهم غير فطرنا وخرجنا مع ديك العشرة بحال هكا. دابا الدنيا مازال خاويه، في العشيه كتولي الدنيا عامره، تيكونوا الدراري كيلعبوا. المهم دابا رحنا هابطين غادي نمشيو للدار. الجامع اللي هنا تبارك الله في هاد البلاصه نيت اللي حدا
احدى الالعاب ديال الدراري الصغار، حدا هاد الفضاءات الخضراء. جامع غزال تبارك الله كبير، هو اللي كنت صورته معكم في الفيديو اللي فات في الليل. دابا بنهار كيبان كامل كما كتشوفوا، جامع كبير وباقي جديد عاد تبنى. يلا بداو يصليو فيه كما كتشوفوا تبارك الله كيفاش مصايب ومزخرف وكبير ما شاء الله. صافي حنا دابا رحنا هابطين كما قلت لكم شويه وغادي نوصلوا للدار. كما قلت لكم الوالد ديالي كيتسنانا، كيصوني عليا كيقول لي يلا نمشيو. غنهبطوا دابا باش غادي نجمعوا ان شاء الله حوايجنا وعاد غادي نطلعوا. خليكم مع الفيديو ان شاء الله حتى نطلعوا عاوتاني للجبل ونصور لكم حنا طالعين في الطريق. دابا بعد ما وصلنا عند اختي كما قلت لكم قبيله، هذه هي الصاله اللي فطرنا فيها، فطرنا عندها وكما قلت لكم خرجنا وجينا دابا وغادي نجمعوا حوايجنا ان شاء الله باش غادي نمشيو. هاد الجرف صراحه فيه ديور كبارين اللي عجبوني انا تبارك الله كبارين. عندها فيها هاد الدار 4 ديال البيوت، 3 ديال البيوت وصاله تبارك الله يعني كبيره، وعاد كوزينه والمرح. الجرف فيه ديور كبار صراحه، دايرين ديور كلهم تقريبا كبارين كما كتشوفوا. 3 ديال البيوت وعاد الصالون والمرح والكوزينه حتى هي. المهم تبارك الله كبيره. دابا غادي نمشيو بحالاتنا، جمعنا الحوايج ديالنا، جالسين كنشارجيو في الطوموبيل الحوايج. تبارك الله عندنا الحوايج بزاف، هاد البرد دينا معنا الحوايج، وبنت خالي حتى هي غاديه تمشي معنا، وليداتها حتى هما غاديين معنا. صافي دابا تحركنا غادي نمشيو. مكاينش بزاف ديال الطريق، واحد نص ساعه وكنوصلوا. الوالد كيمشي بواحد السرعه مجهده دغيا كيوصل. وانا الصراحه ملي كنت غاديه معاه ما كنتش كنبغي نهضر حيت كان كيمشي بسرعه، ما كنتش كنقدر نهضر غدا، وكنقول له غير بشويه وهو مولف يصوب بحال هكاك بسرعه. كما كتشوفوا الطوموبيل غاديه بواحد السرعه، يعني ما هو مولف داك السوقان بحال هكاك. واخا السرعه اللي غادي بها هو مسموح بها، ولكن حنا ما مولفينش نمشيو بديك السرعه صراحه. انا راجلي ملي كيكون غادي ما كيسرعش بزاف الطريق باش ما ندوخوش. انا عاوتاني كندوخ الا كانت السرعه بزاف. المهم حنا غادي نطلبوا ربي السلامه للجميع، كاع الناس اللي مسافرين واللي غاديين شي بلاصه بعيده الله يديهم على خير. المهم دابا رحنا غاديين، وانا ملي كنكون غاديه مسافره ضروري الشراجم ديال الطوموبيل كيتحلوا، الا ما تحلوش كندوخ في البلاصه. ملي كنبغي داك الكولوندير يدور والهواء يدور، وحلينا الشراجم بجوج باش يدخل الهواء. صراحه ما ضخت ما والو، ملي كيكون الشرجم مسدود هي اللي كندوخ بزاف. يعني دابا واخا غادي بسرعه يعني الشراجم محلولين، داكشي علاش ما ضخش الحمد لله. ولكن الا كان الشراجم مسدودين وما منفسينش بزاف ندوخ في البلاصه. والحمد لله وصلنا على خير وبخير. رحنا قربنا حدا المطحنه ديال عمي، المطحنه ديال الزيتون. دابا راه غادي نبداو في الزيتون، غنبداو يطحنوه. هي هذه اللي كتبان من بعيد، كنظن بلي مازال ما بداوش يطحنوا الزيت. وهذه ورقه كتشوفوا، هذه ورقه ديال هذا اللي كيكب في اللي هاد ورقه كيكب فيها سد الوحده اللي ساكنين حنا حداه. هذه هي ورقه كما كتشوفوا، حداها الطبيعه والخضوره تبارك الله. وهنا شويه غنزيد واحد شويه عاوتاني على القهوه المطحنه ديال عمي الاخر، حيت عمي واحد داير المطحنه من البراج لهيه، اللي ساكن في الجرف داير المطحنه من البراج لهيه، وعمي اللي ساكن هنايا في الجبل دار المطحنه حدانا عاوتاني من هنا من البراج لهنا. حتى هي غندوزو عليها، هو يلا صايبها مازال جديده، يلا صايبها هذا العام، يلا صايبها دابا. مهم يلا سالوها وقيله هذا العام غيبدا يطحن فيها الزيتون، قريبين دابا يبداو هاد السيمانه ان شاء الله يبداو يطحنوا. هي هذيك كما كتشوفوا راه هي غادي تبان لكم هنا،
هي هذه. غير الوالد غادي بسرعه، دي مازال يلاه مازال عمرنا ما طحنوا فيها، اول مره غيطحن فيها الزيتون. وصافي دابا رحنا وصلنا للدار. كما كتشوفوا الحوايج الصيكان حطيناهم من الطوموبيل من الفوق وربطناهم، لان الطوموبيل كانت عامره تبارك الله بينا شي تبارك الله بينا الخير. والصيكان حطينا حدانا وحطيناهم اللور في الكفر، وعاد عمرنا الفوق من الطوموبيل وربطناهم بواحد القنبه. والحمد لله وصلنا على سلامتنا. كما كتشوفوا الدنيا عامره بالصيكان، والبرد كنهزو معنا بزاف ديال الحوايج، كنخافوا لا يتحرك البرد. يعني طوموبيل مشارجيه مازال كننزلوا في الحوايج. والحمد لله على سلامتنا، والسلامه هي كل شيء. والسلام عليكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله.